بسم الله الرحمن الرحيم. أخي أخيتي، جاء رجل لابن باز رحمه الله فقال: يا شيخ، لي 7 سنوات لم أرزق بالولد، فلم يزد الشيخ إلا أن قال كلمة واحدة: أكثر الاستغفار. وبالفعل جاء بعد عام يبشر الشيخ بأن زوجته حامل، وجاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: إن السماء لا تمطر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاء آخر فقال له: أشكو الفقر. فقال له الحسن: استغفر الله. ثم جاء آخر فقال له: امرأتي عاقر لا تلد. فقال له الحسن: استغفر الله. فقال الحاضرون للحسن البصري: أو كلما جاءك شاك قلت له استغفر الله؟ فقال الحسن البصري: ألم تقرأوا قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر أحبتي، كل هذا في الدنيا، فكيف الآخرة؟ ألا يكفي أحبتي من الاستغفار أنه يقي المؤمن من العذاب؟ فقد كان في الأرض أمانان من عذاب الله، رفع الأول وبقي الثاني. فأما الأول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأما الثاني فهو الاستغفار، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلا تترك أخي الكريم، أختي الكريمة، الاستغفار أبدا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فابدأ الآن مع نفسك لا يراك أحد وقل: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم ارفع قدر من نشر هذا المقطع، وصلى الله على من إذا صليت عليه صلى الله عليك بها 10.